السلام عليكم ورحمة الله، وياكم أحمد ربيعي. راح أتكلم حلقة اليوم عن موضوع الآيفون 7. هل هو ضد الماء أم مقاوم للماء؟ بالفترة الأخيرة نشوف إنه كثير من الناس فيديوهات منتشرة وشباب ينشرون خاصة على موقع عشاق أبل إنه خليت الآيفون 7 بالمي وشرب مي وانتحر وإلى آخره. صديقي، يعني خلينا نركز على شغلة. الموضوع جدا واضح. الاي بي 67 اللي هو معيار ال 67، هو يعني التليفون يكون مقاوم للماء مو ضد المي. مكتوب عليه dust and water resistance، يعني مقاوم للغبار والماء، مقاوم مو water proof. water proof هو بالمعيار اللي 68 اللي موجود بالجالكسي اس 8، موجود بالسوني الى اخره. هذني الاجهزه اللي هن مقاوم، يعني يكون ضد الماء، يعني لما يسقط تليفون بالمي ما يتعرض انه ما يحترق، يعني ظل نص ساعه شغال تحت الماء، يتحمل متر ونص تقريبا بدون اي مشاكل. الايفون 7 او 7 بلس لا، حطوا به معيار اللي هو اي بي 67، اللي هو مثل ما شرحت لكم هو يكون ضد الماء. يعني انت كامش الموبايل بيدك مثلا وراح بالمغسله او راح بناء بمي او شيء، انه مجرد طلعه بسرعه حتى ما يصير بشيء، لان يعني ما يتحمل انه يظل ربع ساعه تحت الماء وهذه الشغلات. وهذا الشيء واضح يعني. اما انت تروح تنزل فيديو وتحط الموبايل بالمي وتقول انتحر والشاشه تغير الوانها، طبعا هم حاطين مع الموقع مالتهم انه يتحمل نص ساعه تحت الماء. لكن انا ابو صيانه يعني، مو اشكك بقدرات شركه ابل، لا بالعكس. لكن يعني ايفونات جتنا ناس حاطتها بدقيقتين او 3 دقائق بالماء وتشوف انه الشاشه تغير الوانها، صار بيه رطوبه داخليه وكثير مشاكل. ويعني اعرف احتمال بعض الناس راح تعلق وتقول لا انا مجرب مخلي ربع ساعه ونص ساعه. اوكي، الموضوع يحتمل صدف وحسب وضعية انه تخلي الجهاز على رأسه، تخلي الجهاز من تحت، نوع الماء، يعني كلها يعتمد نوع السوائل اللي مخلي بيها، الحرارة، البرودة، كلها الى اخره. احتمال صدف ما صار بشي. عموما هذا الايضاح كان يعني بودي انا اوصله لكم، واي استفسار انا حاضر وبخدمتكم. اخوكم احمد ربيعي. تابعوني على صفحتي على الفيسبوك المحترف العراقي احمد ربيعي، وقناتي على اليوتيوب المحترف العراقي احمد ربيعي، واتشرف بكم. الى اللقاء. إذا عجبتكم الحلقة اضغطوا على زر سبسكرايب اللي هي اشتراك، وبعدها فعلوا علامة الجرس حتى يوصلكم كل إشعارات فيديوهات جديدة أقوم بتنزيلها على القناة. وأهلا وسهلا بالجميع.